في حد بعتها تسألني تقول لي أنا مش عارفة أتصرف إزاي مع أولادي ولا الكبار ولا الصغيرين بعد وفاة والدهم، وهي بتقول على نفسها شخصية ضعيفة وإنه هي كانت مهمشة. طبعا مسؤولية مهولة جدا إن أنت تشيلي مسؤولية ولادك من غير ما يبقى فيه فادر فيجر أو حد ذكر في البيت يقوم بدور الأب. حتى لو مش موجود في البيت محتاجين يبقى في حد بنلجأ له، خال، عم، جد، حتى الأخ كبير ممكن يشيل مسؤولية من المسؤوليات دي. كل واحد فينا عارف هو شاطر في ايه ومش شاطر في ايه. الحاجات اللي انت شاطرة فيها قوي قلبك عليها شوية، زي انت مثلا شاطرة في ان انت بتذاكري لهم، او انت شاطرة مثلا في تظبيط مواعيدهم، او انت شاطرة في توضيب جداولهم، او ان انت شاطرة في استماع مشاكلهم، يبقى انت محتاجة ان انت تنمي الحتة دي وتبقى دي الحتة بتاعتك. سلمي الحتت التانية لناس تانية في المراحل العمرية بتاعت ولادك. يعني زي ما بقولك لو عندك مثلا لو ماما موجودة سلمي لها حتت معينة، مثلا ان هي تبقى مسؤولة عن جزء المطبخ مثلا، او مسؤولة عن جزء المواعيد، وخلي مثلا لو في خال او في عم يبقى هو مسؤول عن جزئية المشاكل العاطفية او المشاكل الدراسية. سلمي المشاكل لناس تانية، لانه احنا مش مطلوب مننا ان احنا نقوم بكل المشاكل لوحدنا. مش عيب ان انا اطلب مساعدة من حد.